السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الرؤية اللي أنا هتكلم فيها دلوقتي هي غير محببة إلى النفوس، بس إحنا هنقولوها لو في حد شافها في المنام. رؤية الخنزير، أي حد يشوف خنزير بيجري، خنزير محطوط قدامك، خنزير بيتقطع لحمه، خنزير بياكله، خنزير بيتباع إلى آخره. الخنزير ده عبارة عن صاحب دنيء، عبارة عن كسب مشبوه، عبارة عن مال قذر، عبارة عن مال حرام. طب لو جلده أو لبنه أو لحمه، ده عدو قوي ورجل ذو صفات سيئة ما فيهوش فيه خير، وهو عدو ولئيم وجبان. وصفات البطر، يعني ايه البطر؟ العلو والاستكبار، ده في الخنزير. طيب زوجة رغم يعني ايه، زوجها راجل كريم معاها، كل ما بتطلب حاجه بيجيبها لها، ويجيب لها فستان، يقول لها الله الفستان ده جميل عليكي، تقول له عايزه دهب، يجيب لها دهب، عايزه عايزه عايزه. فمعناها ايه بقى؟ معناها ان الزوجه التي تطلب ما تشاء وتعطى وما بترضاش، يبقى هي عبارة عن امرأة بطرة، يعني من صفات البطر. فمن معاني رؤية الخنزير ان المرأة اللي بتطلب من جوزها اكتر ما هو مش قادر، وتطلب منه هات 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 ويجيب وما تشكروش، يبقى دي امرأة بطرة. طيب لو انسان رأى الخنزير، قال رجل سيحكم الناس بس من غير دين الاسلام. طيب خنزير لقيته في بيتك والعياذ بالله، لو لقيت الخنزير في البيت ده شر. طب الحالم اللي هو انت لقيت خنزير في البيت ففتحت الباب وقعدت تضربه وتطرده، طرد للخنزير في البيت وظيفة لن تدوم، يعني لو دخلت في الحتة ديت مش هتكمل فيها. طب لبن الخنزير والعياذ بالله، لو شفت لبن الخنزير اصحى الصبح، طلع صدقة وتوب إلى الله، واقرا لك ربعين او جزئين من القرآن واستغفر الله. ليه؟ لبن الخنزير سيسلب الله منك اكبر نعمة، وهي نعمة العقل والعياذ بالله. اللهم احفظ علينا عقولنا يا رب. وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده علشان الاخوة اللي بيسمعهم، الكلام ده اللي قاله ابن سيرين وقالوا كبار العلماء، يعني مش من بنات خيالنا ولا احنا بنخترعوه. طب الهروب من الخنزير ده حاجة جميلة، وده من خير رؤيا يراها الإنسان. الهروب من الخنزير الخروج من المأزق. تمام، فهمنا. وإيه كمان؟ تربية للخنزير. لو ربيت الخنزير أنت بتكسب مال حرام وأنت بتتعامل بالربا. طب ركوبك على ظهر الخنزير ده حاجة جميلة. إيه هو بقى؟ انتصارك على العدو والحصول على المال. طب أكل لحم الخنزير، لا 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 لا، ده مال حرام، ابعد عنه. لو شفت في المنام انك بتاكل لحم خنزير، اصحى الصبح استغفر الله، خرج صدقة، عاهد الله عز وجل. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ اذا عملت سيئة فاعمل بجوارها حسنة. فاذا اكلت لحمة الخنزير فخلي بالك، توب الى الله. طب لو لقيت خنزير بيجري خلفك، لو لقيت خنزير بيجري خلفك وانت تهرب منه، ايه اللي هيحصل بقى؟ خنزير بيجري خلفك وانت بتهرب منه، يبقى انت بتمر بضائقة، في ضائقة ايا كان نوعها، نفسية مالية اجتماعية، وستمر بها وتخرج منها بسلام. اي امرأة تهرب من الخنزير يبقى معناها ان كان في حياتها مشاكل، والحمد لله بشرى ان هي هتنجو منها. يعني الازمة اللي انت فيها يا ستي هتمر بسلام. طيب حد ادالك لحمة خنزير او اكل او مسلوق او باي صورة وقدمه لك وانت رفضت تاكله، انت رجل مفكر عالم تقي قوي السمعة تحب دين الله. وبهذا يكون قد استبان لنا رؤية الخنزير والركوب عليه والانتصار عليه والهروب منه ووجوده في المكان. واسأل الله ان يصلح لنا ولكم
الحال والأحوال. اللهم أصلح حالنا وأحوالنا وخذ بأيدينا إليك يا رب أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وارزقنا رفقة الصالحين الطيبين، وعلى الإيمان التام توفنا وأنت راض عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى الآله والصحبه وكل تابع مستنير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.